بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم. كيف تعلم وتتأكد أن الله يحبك مهما فعلت من معصية وذنب؟ ففينا ناس تعمل المعصية والذنب ولكن في نفس الوقت يخاف ربه ويخاف الله. هذه أقولها لك أخي الكريم وأختي، أنها من علامات حب الله لك، وأن الله لا يريد منك شيئا بل يريد لك الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، وأعدت للمتقين، وإن شاء الله نكون أنا وإياكم من أهلها بإذن الله. هناك علامات بسيطة جدا تقع للإنسان في حياته الدنيا، وكثير منا يغفل عنها ويرى أحيانا نفسه أنه منبوذ، أو يرى نفسه أنه مبتلى. كثير يقول الله لا يحبني، وربي أهانني، وربي لم يؤتني مثل ما آتى فلان وفلتان، وكلها وساوس الشيطان الذي يريدك أن تكون معه في نار جهنم. ونحن لا نريدك أن تكون معه، وكلنا لا نريد أن ندخل النار، نريد أن ندخل الجنة ونتنعم بنعيمها إن شاء الله سميع العليم. أنت أخي الكريم أو أختي قد تكون تعمل عمل عظيم جدا ولا تحس به، وهو عند الله وعند أهل السماوات عظيم جدا. يتمنى الأموات لو يعودوا ويعملون، كأن تسقي طيورا شربة ماء، كأن تسقي نبتة ميتة، كأن تتصدق بنصف طعامك، كأن تكرم يتيما، كأن تجهز عروسا، كأن تفك كرب على عائلة فقيرة، كأن تشتري سجادة مثلا وتشتري كمامات في هذه الظروف وتعطيها لوجه الله. أشياء تظنها أنت بسيطة أنها صدقة وانتهى الموضوع، لكنها عند الله عظيمة. إذن هذه أول نقطة إخواني الكرام، أنك تعمل الخير دون أن تفكر في النتائج ولا تنتظر شكورا من أحد في الدنيا. العلامة الثانية لحب الله لك، أن يقذف الله سبحانه وتعالى محبة الناس في قلوبهم. كيف هذا؟ أن الناس كل من يراك يحبك إلا القليل. فطبيعي جدا رسولنا صلى الله عليه وسلم في زمننا الآن يحبه مليار وثمانمائة مليون شخص يحبون رسول الله ومؤمنين به. أليس فخرا أن يحبه هذا العدد، مع أنه تعرض للابتلاءات وتعرض للكراهية لأنهم مستكبرون، لأنهم هم لم في قرارة أنفسهم لم ينفوا أنه رسول الله، متأكدين أنه رسول الله. أنتم لا تعلمون إخواني ماذا قال عنه هرقل وماذا قال عنه كسرى. هؤلاء عظماء كانوا وقتها، قالوا لو كنا عنده واحد منهم لغسلت له قدمين. فما بالكم بإنسان لم يرى رسول الله وأحبه؟ وأنت تحب الرسول أكيد أخي أو أختي، أنت لم تره لكن تحبه. هذه أيضا إخواني الكرام من علامات حب الله لك، أن يقذف محبة رسول الله في قلبك، وأن يقذف محبتك أنت في قلوب البشر. كل من يراك يحبك إلا القليل، تكون محبوب بين الناس، تدخل القلب، لا يحسونك أنك ثقيل عنهم، يقولون فلان خفيف الظل. هذه علامة ثانية بإذن الله سميع العظيم. العلامة الثالثة أن تؤتى الحكمة. قبلها أقول لكم شيء، وألقيت عليك محبتي، هذه لموسى، ورأيتم موسى كم ذكر من مرة في القرآن الكريم. ثم تؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ليس بالضرورة أن تكون عالما في النازع، أو أن تكون عالم كبير جدا وتفسر القرآن، لا. تؤتى الحكمة أن تعرف كيف تتصرف في حياتك، أن تتمالك نفسك عند الغضب، أن لا يجرك الشيطان إلى المتاهات، أن لا يغويك امرأة صاحبة مال وجمال، أن لا ينزغ الشيطان قلبك ويفرق بينك وبين زوجك، أن لا مثلا أن تعرف كيف تتصرف في مدخولك وتعيش به مستورا. وتؤتى الحكمة أن تقرأ سورة من القرآن الكريم، مثلا تقرأ والنازعات غرقا تفهمها ما معنى النازعات، أن تفهم معنى والعاديات ضبحا تفهمها، أن يؤتيك الله حكمة. الحكمة إخواني الكرام أن تقرأ درسا مثلا أي درس،
تفهمه، أن تفهم معادلات، أن تبتكر، أن تستنبط أشياء جميلة تفيد البشرية والناس تقبلها منك. هذه هي الحكمة لمن لم يفهمها. من العلامات الأخرى وهي العلامة الرابعة، أن يعني يأتيك الله بشيء من الإحساس الإيجابي. ما هو؟ أنا الآن أفكر مثلا في محمد، أنا أفكر في صالح، أنا أفكر في علي، فمباشرة يعني بعد مش فترة يعني تفكر فيه في الماضي يأتيك مستقبلا فألتقي به. فمثلا أنا أفكر اليوم إني أريد أن أكل مثلا كسكس، أنا أشتهي كسكس، والله سبحانه وتعالى يعني ملقي هذه محبة، يعني يريد أن يريني آية من آياته، فأعود إلى البيت فأجد أن أمي أو زوجتي طبخت كسكسا مثلا. فهذه علامة إلهامية من الله ليبين لك أنه يحبك، وأنك يعني كما قال هو إنك بأعيننا، أن الله يراقب، وأن الله لا يغفل عنك، أن الله يحبك، يعني الله لن يدعك تذهب أو تسير فيها. هذه علامة من علامات رضا الله وحبه إليه. أستغفر الله العلي العظيم. ثم يعني يعطيك الله يعني تنبيهات وابتلاءات لكي لا تغفل عنه. فمثلا يعطيك الله مالا كثير بعد شدة، ولكن في ذلك المال يحدث لك ابتلاء كالحسد، يحدث لك مثلا بعض الضيق من أهلك، بعض الناس السيء تدخل في حياتك كي أنت لا تغفل عن ربك، كي لا يغويك ذلك المال. وهذه من علامات حب الله لعبده. مثلا أنت يعني أعطاك الله مال فيكثر أصدقائك ويكثر أحبابك، وتعرف أن في نواياهم يعني ليس محبة فيك فقط في تلك اللحظة، يعني من أجل المصلحة، أو يراسلونك من أجل المصلحة. فأنت في تلك اللحظة تقوم وتعمل استخارة، فالله أرادك يعني أرادك أن لا تغفل عنه ليزيدك الله من فضله. العلامة الأخيرة إخواني الكرام وهي الرضا. هذه من علامات ومن أشد علامات حب الله لعبده، أن تكون راضيا بما قسمه الله لك سواء كنت فقيرا أو غني، أن لا تحس كما يحس أصحاب الأهواء، أنه عندما يكون عندك دينار تكون سعيد، وكما يكون عندك مليار تكون سعيدا في نفس الوقت. وربما لما يكون عندك المليار تكون خائف أكثر من أن يكون عندك دينار، لأنك حاط ربي بين عينيك وفي قلبك. وهي من علامات حب الله لعبده أن يكون راضيا في السراء والضراء. أتمنى إخواني الكرام أن تكون هذه العلامات كلها موجودة فيكم، على أمل أن نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله السميع العليم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.